كيف نعود أنفسنا ونزرع في أنفسنا هذا الشعور بالثقة بالله وحسن الظن بالله في وسط كل هذه المتغيرات اللي يعيشها الإنسان من زحمة حياة، من مشاكل، من متاعب وهموم الدنيا. والله يا أخي لطفي وأخي المشاهد أختي المشاهدة، إن أعظم دافع أعظم داعي بالمفتاح حسن الظن بالله هو أن تعتقد وأن تؤمن بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أن تؤمن بهذا الأمر. ربما قد تجد من العبد رحمة لعبد مثله، يرحمك، يرى فيك ضعفا، يرى فيك عجزا، يرى فيك نقصا، يرى فيك فقرا، يرى فيك فاقة، قد يرحمك لكن قد لا يستطيع أن يفعل لك شيء. لكن الله سبحانه وتعالى زيادة على رحمته وسعة رحمته التي وسعت كل شيء أنه قادر على أن يغير حالك صح. من ضعف إلى قوة، من فقر إلى غنى، من مرض إلى صحة. لكن يبتلينا الله عز وجل. هناك من يتقدم إلى الله عز وجل ويتذرع بالدعاء لكن النتيجة لا يلحظها ربما أو تكون متأخرة، وكثير من الناس نفسه ضعيفة تتزعزع تلك ذلك حسن الظن بالله يتزعزع نوعا ما. لهذا نحن نرجع ونقول بادئ ذي بدء أنه دائما حسن الظن بالله مفتاحه أنك تؤمن بالله كمال الإيمان، وأن تعتقد بأن الله جل وعلا قادر على كل شيء. وهنا قصة عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهو ينوه إلى هذا الأمر العظيم الذي نحن ندندن حوله، وينبغي على العبد أن يفهم هذه المعاني الجليلة، لأن هذه والله تنفعك في دنياك وأخراك. الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، مر رجل على قرية لم يجد فيها أحد، فقال: من يحيي هذه بعد موتها؟ من الذي سيحيي الأرض كلها؟ من الذي سيحيي هذه القرية بعد موتها؟ أكيد الله. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعد يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. بعد ذلك أيقن أن الله على كل شيء قدير. فإياك ثم إياك أن يأتيك الإحباط والانهزامية أو الشك أو الوسوسة أو الهوجسة فيحملك ذلك على أن تسيء الظن بربك. بل أزيدك على ذلك أخي المشاهد أختي المشاهدة أن سبب عدم إجابة الدعاء هو سوء الظن بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، فيقول: دعوت الله ولم يستجب لي. هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فمن أعظم موانع إجابة الدعاء هو سوء الظن بالله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من دعوة يدعو بها المسلم إلا وقد استجاب الله عز وجل له دعوته. وهو ما أشرت إليه أخي لطفي، أن بعض الناس كما ذكرت أحيانا يقول: كان والله دعوت الله وسألت الله، ما هي مرة، ما هي مرتين، ما هي ثلاث، ما هي أربع، ولم يستجب، ظنا منه أن الله لم يستجب. وهذا خطأ. هذا خطأ من جهتين. خطأ كونك أنك تعتقد أن الله لم يستجب، والله قد استجاب لك وأنت لا تشعر. الأمر الثاني أن هذا فيه سوء ظن بالله، وهذا سبب في حد ذاته، هذا سبب في حد ذاته سبب من موانع إجابة الدعاء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد يدعو بدعوة إلا وقد استجابها الله عز وجل له بإحدى ثلاث. هذا علم اليقين أخي المسلم أختي المسلمة وأخي المشاهد أختي المشاهدة. ما من دعوة تدعو بها الله سبحانه وتعالى اعلم بأن الله قد استجاب دعوتك. كيف ذلك؟ الأمر الأول: إما أن يعجل الله عز وجل لك هذا في الدنيا. طلبت الله عز وجل الولد لم يعطيك الولد، طلبت الله عز وجل المال لم يعطيك المال. الله عز وجل أو بمعنى آخر من الله عز وجل المال فأعطاك المال، طلبت الولد فأعطاك الولد، عجلها الله عز وجل لك في الدنيا، أعطاها الله عز وجل لك. وسبحان الله من عظيم من عموم سعة رحمة الله عز وجل وعطائه ومنه وكرمه وحكمته أن الله عز وجل يعطيك أشياء من غير أن تسأله. صح؟ وإن لم يعطيك فيها حكمة. لا، الأمر الثاني الله عز وجل قد يدخرها لك يوم القيامة، وهذا أجل وأعظم. أنت سألته مسائل كثيرة: يا الله أعطيني كذا، يا رب اصلح لي ذريتي، يا رب كذا. الله عز وجل يعطيك هذا الأمر في الدنيا ليبتليك، يرفع من شأنك، ليسمع دعائك، لأن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتأمل معي أخي المشاهد أختي المشاهدة، أنت تأخر الله عز وجل لك بهذه الإجابة أن الله قد ادخر لك كل هذا يوم القيامة، ستجده في جبال من الحسنات يعطيها الله عز وجل لك. الأمر الثالث وهو أمر مهم أيضا، أن الله قد لا يعطيك سؤلك في الدنيا، لكن ماذا يفعل به؟ يدفع عنك به البلاء،
ينقص لك من أثر تلك المحنة والبلية التي نزلت بك بسبب ما؟ بسبب تلك الدعوات. إذن الحاصل أن دعوتك أخي المشاهد وأختي المشاهدة لا تذهب أدراج الرياح. ما من دعوة يدعو الله عز وجل العبد بها ربه سبحانه وتعالى إلا وربنا جل وعلا قد استجابها لك وأعطى لك سؤلك، إما في الدنيا وإما في الآخرة.